السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري فرش على العرايس بسواج أسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معاكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش والعرايس. فيديو النهاردة نبدأ بأوضة النوم. اللهم بارك. طبعا هنا زينا السرير على حسب طلب العروسة. ده دريسنج روم، مش دولاب عادي. هنشوف بالتفصيل كده الأوضة. هنا الشاشة، ودي الترابيزة بتاعت الشاشة، ودي كانت التسريحة، كانت لسه المراية بتاعتها هتتظبط. وهنا حطينا حاجات الخاصة بالعروسة طبعا. اللهم بارك. ده كان شكل السرير. هنا استغلوا بصراحة المساحة كويس جدا، التصميم كان رائع بصراحة. عجبتني فكرة الدريسنج اللي هو بيبقى مقفول بباب جرار يعني، عشان الحاجة من جوه ما تبقاش يعني ظاهرة وما تطربش بسرعة. هنا الرف ده حطينا فيه فوط. اللي حابب يعمل دريسنج روم لازم يعمله زي كده باب ازاز. هو باب ازاز فمي، وفي ليد من جوه لو حابين تنوروا. هنا طبعا حطينا كل هدوم العروسه البيتي، اللي هو الصيفي البيتي والشتوي البيتي. بالنسبه للناس اللي بتسال على المفارش، الدريسنج يتفرش او لا، احنا الدريسنج انا بفضل ان انا افرشه، بس المفرش ما يظهرش يعني ما يبانش زي الدولاب العادي. يعني نحط الهدوم والحاجه عليه بس ما نظهرهوش. مش حلوه فكره ان احنا نحط ما نحط يعني الهدوم والحاجه في الدولاب كده على الخشب على طول. هنا ده الحته دي خصصناها للملايات والفوط. اول 3 رفوف كانت ملايات، وتحت رفين فوط. يا رب يكون شغل ظاهر وعجبكم. اتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي فرش العرايس على اليوتيوب. ولو انت بتتابعيني على صفحتي على الفيسبوك تعملي لايك ومتابعة للصفحة. هنا بقى حطينا فوط، دي كلها فوط اللهم بارك. هنا بسم الله ما شاء الله، هي كانت بنوتة وحيدة، وعشان الدريسنج طبعا فحبت انها تملاه. طبعا هنا كل رصة غير التانية، كان كله فوط. اللهم بارك. كانت الخامة بتترسم رسم لوحديها. طبعا الخامة لما كل ما تكون حلوة ونظيفة كل ما كان افضل ليك. هنا بقى حطينا مفروشات اللي هو دفايات، آه وزيناها بشرطان الستان. هنا برضو حطينا برضو مفروشات كوفرتات ودفايات وزيناها برضو. اللهم بارك. كانت الخامة حلوة جدا. هنا برضو حطينا لحاف وبطانية. الرفوف الكبيرة اللي بتبقى من فوق دي بيفضل ان هي بتحط فيها المفروشات طبعا الكبيرة زي البطاطين واللحافات. هنا برضو حطينا بطاطين. هي كانت جايبة بطانيتين نفس الشكل، مش بطاطين اطفال، دي بطاطين كبيرة بس كانت جايبة نفس الشكل 2. ده شكل الأوضة. اللهم بارك. بصراحة عجبني فكرة الدريسنج جدا، تصميم وشكل. كده خلصت اوضه النوم. هنشوف هنا اوضه الاطفال. هي طبعا دلوقتي مفيش حاجه اسمها اوضه اطفال، دي اوضه شبابي او اوضه الضيوف.
زي كل فيديو ما بقول إن فكرة أوضة الأطفال بطل حكاية، مفيش دلوقتي اللي هو دباديب وقطط والحاجات دي على الرسومات على السرير ولا على الدولاب. أوضة بتتفرش عادي، دولاب شبابي وسريرها برضو معلهمش أي رسومات. هنا العروسة كان عندها أوضتين أطفال، فخصصنا كل دولاب لحاجة معينة. هنا خصصنا المفروشات الكبيرة، باقي المفروشات يعني، بس عملنا رف هنا للملايات بتاعة الأطفال، بحيث ان هنا في أوضة أطفال، فخصصنا رف واحد بس لملايات الأطفال. دي كوفرتايات برضو، دي ملايات بتاعة السرير الكبير. طبعا زينا جنبيهم بالفوط، زينا بشريطان الستان. هنا برضو دي ملايات وفوط. دي كوفرتايات بتاعت أطفال. هنا اللي تحت لحاف كبير، وفوق برضو لحاف كبير. ده شكل الدولاب. يا رب يكون شغل عجبكم. بصراحة بحب جدا أوضة الأطفال، أنا أكتر حاجة بحب أرسم فيها وبتتزين وتبقى شكلها يعني بيعجبني أكتر. اللهم بارك التصميم مع الستاير مع السجاد، اللهم بارك، حلو جدا. هنا دي أوضة الأطفال التانية، بس أنا صورت الدولاب بس. هنا هتلاقوا كل حاجة أطفال، ملايات ومفروشات أطفال. فوق هنا مفرش القطيفة، ودي كوفرتات أطفال. جنبها طبعا زينا بالفوط، وجنبها ملايات. تحت برضو هنا الرف ده كله فوط. يا رب يكون شغل عجبكم. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي فرش العرايس. ولو تتابعوني على الفيسبوك صفحتي باسم ام احمد المصري فرش العرايس، اعملوا لايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي. يا رب يكون شغل عجبكم، وهستنى رأيكم. ولو اي عروسة حابة تسأل عن اي حاجة انا تحت امرها في اي وقت. بخصوص الجهاز، اي حاجة عن جهاز العروسة انا معاها في اي وقت. واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة.